اللي بيحصل في بلبن حاليا ما يرضيش ربنا، وطالما ما يرضيش ربنا فاكيد مش هيرضي اي حد من عباده. اللي بيحصل حاليا خراب بيوت زي ما بيتقال كده بالبلدي. كميه الناس اللي شغاله في براند زي ده هيجيبوا فلوس منين؟ هيشتغلوا فين؟ هيصرفوا على بيوتهم منين؟ انا عايز حد يفهمني. انا مشكلتي دلوقتي مش المكان ده بيقدم حاجه حلوه ولا وحش، مش المكان ده بيعامل الناس حلو ولا وحش، مش المكان ده جايب فلوسه منين. مشكلتي دلوقتي الناس اللي شغاله في المكان ده هتصرف على بيوتها منين؟ الناس اللي اتضررت من ورا المكان ده اكيد فيهم اخ ليا، جار ليا، صاحب ليا، اكيد. ما هو شغال فيه الاف من الناس، بلبن لوحده فاتح عدد كبير من الفروع. ما بالكم بقى ان مش بلبن بس اللي قفل، ده كل البراندات التابعه ليه قفلت، زي وهمي وبهيج وكرم الشام وعم شلتت وكنافه وبسبوسه. شوف بقى كل براند من دول ليه كام فرع، وكل فرع شغال فيه كام واحد. كل الناس ديت هتجيب منين؟ هيصرفوا على بيوتهم منين؟ انا عايز حد يفهمني. الموضوع اكبر من ان احنا نقعد نتخانق على السوشيال ميديا كمصريين ونشمت في ابن بلدنا. ما هو في الاول وفي الاخر البراندات ديت صاحبهم واحد مصري. عيب احنا اكبر من كده. عيب لما نشمت في بعضنا. المصيبه اللي عند غيري اللي انا شمتان فيها ديت بكره هتبقى عندي. الشماته وحشه، عيب. المسلمين ما ينفعش يشمتوا في حد. اي بني ادم يعرف يعني ايه انسانيه ما ينفعش يشمت في حد. بالعكس، ندعي ان الناس ديت ربنا يفك كربهم ويقدروا يقفوا على رجلهم تاني من اول وجديد، حتى لو بينكم وبينهم مشاكل الدنيا.